السلام عليكم، معكم محمد مالو من قناة ميكانولوجي. النهارده درس جديد من كورس الباوربوينت. تابع معانا عشان تعرف كل جديد. دلوقتي احنا ممكن نفتح سلايد جديدة بنلاقي بالشكل ده، يبقى فيها ايه كونتنت موجود فيها. انت عايز تضيف بيكتشر تقوم ضغط عليها من هنا، تمام. او ممكن تقول زي ما قلنا مع الانسيرت، بس احنا ندخل على الديسكتوب هنجيب مثلا خريطة العالم دي، فانت تختار كده، تمام. لو انت كنت في الجزء البلانك ومعندكش حاجة هنا، بتقوم رايح على انسيرت بتختار بيكتشر، تعمل فروم ديفايس. لو انت عايز تجيبها من على الجهاز بتاعك تقوم برضه تختار خريطة العالم من هنا، تعمل انسيرت. نفس الحكاية عندي هنا، اخد شكل اكبر، هنا اخد شكل اصغر شوية عشان على قد المنطقة اللي هي ايه بتحط فيها دي، عشان يبقى فوق في العنوان. هنا المفروض تحط العنوان. نفترض مثلا احنا شغالين على دي، مفيش اي مشكلة. تروح على بيكتشر فورمات، انت عايز تشيل الخلفية السودا دي، فتقوم رايح على ريموف كوركشن. هتلاقي الجزء بنفسك ده اللي هو اللي هيتشال. طبعا انت في حاله انت عايز تسيبها، بتقوم رايح مثلا تعمل على ريموف مارك ده، انا عايز مثلا اشيل المنطقه دي، تمام. هو شال الجزء ده معايا، فقوم تعمل اد مارك اللي انا اشيل منها، يعني ايه، واقف على المنطقه دي كده، ترجع واقف على المنطقه دي، ضغطه بسيطه يعني. طبعا بتحاول بيظبط لك الجزء ده بنسبه، يعني مش بيبقى الدقه مش عاليه قوي، فانت بتقعد تظبط ايه زي ما انت عايز يعني. طبعا بقى كل واحد على حسب، مثلا نفترض لها كام مناسبه لينا مثلا، فقوم تعمل صح. طبعا ممكن تقعد تظبط فيها في الاشكال بتاعتها. ممكن انت عايز الشكل بتاعها يبقى تعمل لها اطار، متعملهاش اطار، الكلام ده ممكن تظبط فيها من هنا. دي ايه يعني، ممكن تعمل نفس الحاجة تبقى كده. طب انت بقى تعدل، فانت ممكن عايز تسحب الزاوية دي، بس انت تظبط بقى الكوريكشن بتاعها، الإضاءة بتاعتها. ممكن مثلا دي تقعد بقى تعدل فيها براحتك. ممكن مثلا تعمل حاجة زي دي، حاجة كده براحتك يعني. انت ممكن طبعا تغير في القدر بتاعها، تقعد تغير الحاجات دي كلها. انت بتعمل ايه يعني، كل صورة على حسب. طبعا انت محتاج دقة شوية في الشغل عشان تقدر تعطي حاجة كويسة، بس احنا بنجرب ونوريكم ايه احنا بنعملها ازاي بشكل عام يعني. دي بقى الشفافية بتاعتها، ممكن كده تخفضها، دي تدق عليها زي ما هي. ده برضه زي ما انت عايز. تشينج بس انت عايز تغير الصورة، ممكن تقدر تغيرها من نفس الصورة، تغيرها، مش هتضيف صورة جديدة. احنا هنغير الصورة دي، هتعملها فايل، تعملها استدعاء من الفايل، او لو انت عايز تبحث عن الانترنت ممكن تعمل ايه فروم علامة البحث اللي ظاهرة عندك، او اونلاين ايه سورس. ضغطنا على دي كده، عنده صور. انت مثلا كان عندك صور متخزن هنا، هيجيب لك منها، بس عشان بس النت ضعيف فمش هيشتغل معانا قوي. لو انت عايز ترجع الصورة زي ما هي، تقوم عامل ريست، تقوم ايه ترجع زي ما كانت من الاول خالص، كأني معملتش فيها اي حاجة. انت مثلا لو عايز تديها الشكل من الجنب يعني، تعمل له بتاع مربع، بس ممكن يديله عشان يظهر شوية، اللي هو يعملها اقطار من بره. فبرضه الشكل بتاعها لو انت عايز تعمله حاجة من دي او حاجة زي كده، فاهم. في الحاجات دي كل ده على حسب ما انت تحطها ازاي. اللي لما نيجي نعمل انيميشن هيفرق الحاجات دي معانا ليه، دخلت الصورة في حركة الانيميشن انت ممكن تظبطها بزاوية معينة. الحاجات دي كلها هتساعدك. انت عايز تعملها كروب مثلا، عايز تصغرها شوية، مش هتصغر، احنا كده بنقص منها، احنا كده عملنا لها كروب، قصينا منها شوية. تقوم ضاغط في الهوا كده، فخلاص شوف صغرت شوية عن الأول. طب انت عايز تكبرها تسحبها كده عادي، بس احنا بنعمل كروب يعني بنقص، يعني الجزء ده احنا مش محتاجينه، زيادة السود دي احنا مكناش محتاجينها فشلناها. عايز تعملها بقى روتيت، حاجات من دي كده براحتك، برضو تعمل ده روتيت براحتك. عايز تخليها تبقى مرحلة للجنب لفوق، يعني متساوية من فوق من تحت كده براحتك برضو. لو انت ضايف اكتر من صورة ممكن برضو نعمل انسيرت للصورتين نفس الصورة، تمام. فدلوقتي بقى في صورتين اهم، هنصغر دي شوية مثلا، موجودين. دي اللي ظاهرة اللي فوق، اللي اخر حاجة متضافة هي اللي فوق، بس انا عايز اخلي دي فوق. احنا عاملين برينج تو فورورد، يعني قدمتها خطوة وهنرجعها خطوة من هنا ومن هنا. العلامة اللي هي البرتقاني دي هي الصورة اللي انت محددها دلوقتي، بس ان انا واقف على دي محددها، هي دي العلامة البرتقاني. لو ضغطت عليها ترجعها لي خطوة لورا، ضغطت عليها قدام تطلعها لي ايه خطوة لقدام. يبقى ده الجزء بتاع الصور، الانسيرت، جزء الفلتر بتاعك، الكوريكشن. عايز تعمل ريموف لخلفية اي حاجة تقدر تعملها من جزء بيكتشر فورمات. طبعا الحاجات دي بتبقى ايه بتسهل عليك شوية حاجات، بتعمل لك شكل حلو في الاضافات بتاعتك.